فيضانات عارمة في أوروبا وإجلاء المئات من الأشخاص في ألمانيا، وأيضا إعلان حالة الطوارئ في الكثير من الأقاليم هناك. حيث ضربت بأمر الله عز وجل الفيضانات العارمة والتي لم يشهد لها مثيل خلال قرن كامل، ضربت ولاية سارلاند الألمانية ومناطق مجاورة لها، ما أحدث دمارا هائلا هناك، وأجبر السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص، قبل أن تعلن أيضا أن الفيضانات بلغت ذروتها. وقد ارتفع منسوب المياه بشكل سريع جدا في ولاية سارلاند الألمانية، والتي تقع على الحدود مع فرنسا، حيث تواجه مقاطعة موسيل بدورها أيضا فيضانات جارفة، وذلك بعد هطولات مطرية طوفانية. ودعا مكتب الدفاع المدني في سارلاند السكان هناك إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، ودعاهم إلى تفادي النزول إلى أقبية المنازل، خصوصا بعد انهيار جزء كبير من حاجز مائي في بلدة كفيرشيد. ووفق صحيفة بيلد الألمانية فقد أدى هذا الانهيار إلى وقف العمل بمحطة كبيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية في هذه المنطقة. وتحدثت هذه الصحيفة واسعة الانتشار عن فيضانات كارثية لم تشهدها هذه المنطقة منذ قرن كامل. ومن المتوقع أن يتفقد أيضا المستشار الألماني أولاف شولتز هذه المنطقة يوم غد، وذلك بعد هذه الأحداث الخطيرة التي ضربتها. أحبتي، إلى هنا نصل معكم إلى نهاية هذا الفيديو. في الختام نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، وأن يبعد عنا وعنكم كل مكروه، وأن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا. كان معكم أخوكم محمود، تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.